لو واحد بس مؤمن بيك، واحد بس مؤمن بيك، كمل على شأنه. والله لو واحد كفايه اسمع له. لو لقيت 100 بيقولوا عليك فاشل، 100 بيقولوا عليك مش ناجح، 100 بيقولوا عليك انت هتخسر، وواحد بس انت مؤمن بيه، واحد بس انت مؤمن بيه وقال لك تقدر، صدقه ما اسمحش لغيره. وكده كده مش هتسلم كلام الناس. الناس كلهم هيزقوك في الاول في اي مهنه، في اي شغل، في اي ثانويه، كلهم هيزقوك، كلهم هيدوسوا عليك، كلهم هيرجعوك، كلهم هيحبطوك، وكلهم هيسقفوا لك لما توصل. اوعى تعتقد وتدي لنفسك صلاحيات ان انت هتجيب درجه ثانويه عامه بمجهودك، انت هتجيبها بناء على توفيق ربنا ليك عشان انت بذلت، لكن انت مش هتجيبها بذكائك، مش هتجيبها بمخك، مش هتجيبها بعبقريتك، مش هتجيبها عشان انت جامد تنين مجنح، انت هتجيبها عشان بس ايه؟ ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. انا بعمل ملابسات التوفيق. اللي هي ملابسات التوفيق، ربنا عشان يوفقني انا باخد بالاسباب. ايه اللي هي الاسباب؟ انا ببذل اقصى طاقه عندي، وفي نفس الوقت انا بتعلم من اخطائي كل ما اغلط، ومش هوصل لمرحله انا مش عايز اغلط خالص. لا، مفيش حاجه اسمها كده. ليه مش عايز تغلط خالص ليه؟ ازاي هتعملها؟ لازم تغلط. الحياة أكتر حاجة هتخليك تندم عليها، والله مش أشخاص ضاعوا، والله ما فلوس ضاعت، والله مثلا ما أي حاجة ضاعت منك. أمال إيه؟ عمرك اللي بيعدي منك أصل مش هتعرف تعوضه. انا مثلا ما نجحتش في مشروع، في غيره سانكيون كيست، راكمت شويه في المذاكره، هبدا من دلوقتي سانكيون اللي فات، انا شخص جديد من النهارده، نكست التالي اللي بعد كده. طيب انا مثلا في حلم من الاحلام ما لحقتوش، الاحلام كتيره ولسه موجوده. طب عمرك هات لي كده حد يعني حد اساله عنده مثلا 70 سنه، قول له انت نفسك في ايه يا حاج؟ بجد انت نفسك في ايه يا حاج؟ نفسك في فلوس كتير؟ هقول لك يا ابني اعمل بيها ايه؟ طب نفسك مثلا نجوزوك يا حاج؟ كبرت يا ابني، ما بهزرش والله. طب نفسك تمسك مثلا منصب كبير، تمسك محافظ الصبح، ولا تشتغل، ولا تبقى عالم مش عارف ايه؟ هقول لك يا ابني العمر بقى فيه. نفسك في ايه يا حاج؟ نفسي ارجع عمري تاني، يا ليت الشباب يعود يوم. نفسي عمري اعرف ارجعه تاني. كنت عملت ايه يا حاج؟ بجد كنت استغلته رقم واحد في عباده ربنا، لان انا في اخر عمري مش شايف غير اللي انا حوشته في حياتي لاخرتي، ده رقم واحد. كل اللي باقي بقى اللي ضيعت فيه نفسي من اقارن نفسي بغيري وابص لغيري، ومن ان انا كنت بجري ورا الملذات والشهوات، وان الشيطان يضحك عليا، وان انا اقعد ابكت في نفسي، وان الشيطان دايما بحسسني ان انا مكتئب وزعلان ومش عارف ايه، وان انا مش عارف اخد خطوه لقدام. لا 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 لا، رجعوني وانا هعبد ربنا واحسن الظن فيه، رجعوني وانا همشي بامل وتفاؤل، رجعوني انا شايف الحياه صغيره والعمر قصير والحياه تافهه، مش مستاهله كل الايام اللي انا ضيعت عمري فيها وانا زعلان وبحسبها، وفي الاخر ربنا بيكرمني وبيعديني. ليه بقى دايما اللي فات حلو بيعدي بننساه، بيأثرش فينا قوي، بنفرح بيه شويه وخلاص؟ ليه اللي بيعدي وحش بيأثر فينا ويكمل معانا؟ ملخص القصة لو فضلت مركز على امبارح مش هتشوف اللي قدام. ملخص القصة لو ركزت على اللي ضاع منك مش هتشوف اللي بيستناك. ملخص القصة لو اتعودت على الدراما وتعودت انك تبقى مش مبسوط، وتعودت على كل انك ما تفرحش نفسك، ما حدش هيفرحك غيرك، وهتلاقي العمر بيعدي ونفسك ترجع يوم وانت تطنش لكل اللي حواليك، وتطنش لكل اللي خذلوك، وتطنش لكل المقارنات اللي ملهاش لازمة، وتطنش لكل حاجة احبطتك، وتطنش لكل حاجة كسرتك، وتطنش لكل حاجة وقعت فيها، وتستغل كل لحظة تاني بسعاده وحسن ظن في ربنا، وانك تعمل اللي عليك وتجتهد عشان لما توصل للاخر زي عم ابو 70 سنه ده تقول بس انا عملت اللي عليا، الحمد لله يا رب. يا رب انا جاهز ان انا اقابلك، مش بعملي طبعا مهما كان عملك صالح، مش بعملي ولكن برحمتك، مش بعدلك ولكن برحمتك يا رب. ولكن انا يا رب يعني احسب ان انا عملت اللي عليا. انا يا رب ليس في الامكان ابدع من مكان، انا خدت بكل الاسباب وكنت دايما محسن الظن بيك ومتوكل عليك. دي الحاجة الوحيدة اللي انت مش هتندم عليها وتقول يا ريتني عمري يرجع بيها، لو انت فضلت تعبد ربنا كويس وتعافر لاخر لحظة. ولذلك انا عندي وصف هنا، ارجو ان الوصف ده يتحط كده في دماغك وما يتشالش. النجاح بذرة تروى كل يوم بتعب ومشقة وجهد. ده الروى بتاعها عشان ترويها، مشقة وتعب وجهد. بص مفيش ولا تكل ولا تمل، فتنمو أمامك يوما بعد يوم. طب فمتى يحين الحصاد؟ يحين الحصاد يوم فرحة النجاح. يحين الحصاد حين تلقى الله فتسأل عن عمرك، فتقول له يا رب أنا أفنيت عمري في طاعتك، وإن أنا كنت بغرس غرس طيب. ولذلك هفضل أقولها لك إن الزرعة اللي أنت بتزرعها دي بترويها بتعبك واجتهادك، اوعى تكون فاكر إنها هتروح بلاش، والله ما هتروح. هفضل أقول لك ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل ولو طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه. فأحسن الزرع صديق العزيز، يفلح الحصاد بإذن الله تعالى. ولا تتكاسل يوم الزرع فتندم يوم الحصاد. هتيجي تحصد مش هتلاقي اللي تحصده، اوعى.